واخيرا بنرجع تاني لحكاية كافكا والوحش رقم 8، والمرة دي الاحداث بادئة في السخنة على طول، الدنيا مولعة لان الموسم بيبتدي باننا بنشوف في مرة كان في كايجو بيهجم وكافكا شادد مينا وهم صغيرين وعمالين يجروا وهو بيحاول يحميها ويطمنها، ولكن من ده بيشوف دلوقتي نفسه في الوضع الحالي وهو محاصر من كل حتة، كل واقف قصاده وهو في هيئة الوحش وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، ليه كلهم بيهددوني ان هم هيضربوني، ويلاقي ان اتشرو مينا موجهة سلاحها ناحيته، قول له هيبنو كافكا لا الوحش رقم 8. هنا هو يبص لنفسه، الله في ايه اللي بيحصل، وفجأة الكل يضرب عليه النار وهو يحاول يتصدى ويقعد يهرب منهم والطيارات كمان تضرب فيه، لكنه فجأة يخش في وضع الهيجان ويقعد يدمر في الطيارات ويقتل في الجنود ويبقى وحش ما حدش قادر عليه، ولكنه فجأة بيقوم صاحي ويطلع ده كله كان حلم، يقول لا 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 الحمد لله ده ما كانش حقيقي. ولكن بنشوف عند القاعدة رقم 3 إن هوشينا بيجي يقول لمينا وهي بتتفقد المكان عدى 5 أيام من ساعة ما القرار اتاخد، بس لسه برضه هم مش متأكدين إيه اللي هيحصل لكافكا مهما سألت، لسه مسجون برضه، ده اللي اتقال لي. قلت تمام فهمت مفيش مشكله، اكيد ده الموضوع ده هياخد شويه وقت اكتر من اللي متوقعينه. قام هوشن قاعد يقول الغبي ده خرب الدنيا خالص اخر مره. قامت مينا قامت سألاه النهارده هو اليوم اللي المجندين هيقابلوا فيه وحدتهم الجديده صح؟ هيوصلوا قريب في اقرب وقت على طول دلوقتي. وفعلا بنشوف ان رينو المفروض ان هو بيوصل مع صاحبه للقاعده رقم 4، فيقعدوا شويه يتصوروا ويشوفوا المكان وبعد كده يقوموا قاعدين. فهنا صاحبه يقعد يبص كده، قال غريبة برضه، عمري ما كنت أتوقع إن أكون في الوحدة الجديدة دي، بس ما تقلقش ما تتوترش يعني، أنا برضه عمري ما توقعت إن أشوف ماتسوموتو وهو بيعمل مهمة لقوة الدفاع. قعد يبص كده على الواتس، قال برضه لسه رسايلي ما اتقرتش منه، يا ترى إيه اللي هيحصل للعجوز؟ عمره ما هيقدر يرجع كأنه يكون عضو عادي في قوة الدفاع صح؟ ما اتشيكاوا قام ضحك، قال له الله بتضحك على إيه؟ قال له أنا افتكرت دلوقتي أول ما هو اتحول لكايجو على طول اول سؤال كان سأله ايه اللي هيحصل لي دلوقتي؟ تفتكر دلوقتي اني عمري ما هخش قوة الدفاع وانا بوش الكايجو ده؟ طبعا وهو بيقول لي الكلام ده ساعتها كان بوش الكايجو كان شكله يضحك. قال له بجد عمل كده؟ قال له اه والله. قال له ده غريبة، ده ما بيسيبش اي حاجة تضايقه ابدا، انا لو كنت مكانه كنت اتصدمت صدمة تخليني قاعد في السرير على طول. قال له بالظبط، فهو هيرجع حتى لو قتلوه بالبلوتوث طيب ولا ايه؟ هيرجع ازاي؟ وعلى الناحية التانية بيقوموا راكبين تاني وخلاص بيوصلوا للقاعدة رقم 4، واتشيكو عمال يقول لنفسه أنا هبقى أقوى هنا، والمرة دي أنا اللي هحمي السمباي بنفسي. ولكن هنا بنشوف عند القاعدة رقم 1 شينوميا قاعدة تقلب في رسائل الواتس وتشوف ايه اللي بيحصل جديد، وكل واحد وهو بيوصل لمكانه الجديد دلوقتي. بعدها تفتكر اللي حصل مع كافكا، تقول لا هو لما يحتاجني المفروض انا اللي اوقفه، وعشان كده المفروض ابقى اقوى. هنا بيجي لها النائب بتاع الفرقه الاولى، قال لها انا اسف اني اتاخرت، انا دلوقتي هاخدك للمكتب بتاع النقيب، انا متاكد ان قائده الفرقه رقم 3 شرحت لك كل حاجه، فطبعا طول ما بيتم اعاده بناء القاعده هتفضلي هنا في القاعده رقم 1. قالت حاضر. قامت قايله في نفسها الفرقه الاولى اقوى فرقه في جميع انحاء اليابان، قوه الكايجو الخارقه، لدرجه اني كنت عارفه اسمهم والناس عارفاهم وانا من امريكا اساسا، المكان ده المثالي ان انمي مهاراتي. ووصلوا عند باب النقيب، قال ايوه وصلت عند النقيب، نقيب اقوى فرقه في اليابان، اتعلم كل حاجه اقدر اتعلمها منه. وهو بيفتح الباب اما الراجل قايل لها اسمح لي اقدم لك نقيب اقوى فرقه في اليابان، الفرقه رقم 1 نارم والجين. قام فتح الباب لقى متغطى وعمال يلعب العاب ومهووس بيها، هحقق البلاتينيوم هحقق البلاتينيوم هوصل. قال لها ثانيه خليك واقفه مكانك ولا كانك شفت حاجه، انا هتصرف. تعالى يا ولا انا مش قلت لك يلا الساعه 2 انا هجيب البت دي تقابلك فانت تنظف اوضتك؟ قال له ايوه بس دي اوضتي انا اللي اقرر اعمل كده ولا لا. قام مش هيته ولا هتستعبط ما تهربش من الشغل بتاعك، انت كنت كسول بس عشان مش عايز تنظف. فطلع كان وقع على اللعبه بتاعته، قال له يا نهار اسود اللعبه بتاعتي. قال له يا عم ايه اوضتي انا حر فيها اعمل فيها اللي انا عايزه. قال له لا مش اوضتك دي اوضتي فرقه الدفاع. قال له يا عم ولكن لو انت اللي عايز تنظفها تعالى نظفها بنفسك ماليش دعوه، انت الوحيد المهتم اصلا بالموضوع ده ما تجبرنيش نعمل حاجه. قال له عينيا لو كده يا جدعان خشوا نظفوا الاوضه. قاموا داخلين ينظفوا الاوضه وقعدوا يشيلوا الالعاب بتاعته والزباله بتاعته دي كلها. قال خلاص ما حدش يلمس الاوضه هنضفها انا. قام واخده شينوميا هو ده النقيب بتاعنا. الله والله هي دي اللي بصه كده، ايه ده النقيب؟ انا مش حاسه بذره احترام مني ليه خالص. قام قايل لها ايه ده هو انت بنت الزعيم شينوميا؟ قامت بدات تتضايق، قالت لا بالراحه الغبي ده يبقى النقيب بتاعي ما ينفعش تعصب عليه، الراجل ده هو الظابط الاعلى. قالت له ايوه انا شينوميا كيكرو
من الفرقه الثالثه وهفضل فتره مع الفرقه رقم واحد، فامرني باي حاجه تحتاجها. قام قال لا 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 خالص، ما تكونيش متصلبه بالشكل دوت، مش عايز شكليات، انا بصفتي نقيب الفرقه الاولى في حاجه واحده بس محتاجها منك. قالت له حاجه واحده ايه؟ ولكن على طول قام حاصل هجوم للكايجو. قال كويس، هعرفك الحاجه الواحده دي واحنا هناك، وهفرجك من مكان قريب برضه. وفعلا بنشوف ان الكايجو طلع من وسط البحر وضخم عمال يتحرك، الجيش كله بدأ يتحرك وقعدوا يجهزوا ويطلعوا أسلحتهم، وضربوا عليه الصواريخ من كل اتجاه عشان يوجهوه لاتجاه معين. أول ما وجهوه الاتجاه ده خلوا وشه في اتجاه الكوبري علشان يقدروا إن هم يصيبوه إصابة مباشرة، ولكن قام هو موطي، قام قلب الكوبري قسمه نصين. الكلام ده وصل للفرقة رقم واحد، قام قايل خلاص تغيير الخطة، شينونومي مياكي تاتشيبانا وروحوا للجسر، هاسيجاوا خليك انت عند الرصيف، وانت هناك انت حاول عطله. هنا الفرقة بتاعته قدروا ان هم يروحوا على طول يتصرفوا هم مع الكايجو الضخم ده لوحدهم من غير اي دعم، قعدوا يضربوا عليه من كل اتجاه، قدروا يعطلوه لوحدهم. قامت شينومي قايله مش معقول ده هم بس كده قدروا يسيطروا على هجمات الكايجو ده ووقفوا حركته، ده معناه ان كل واحد منهم عنده مواصفات هائله قوي، ده على الاقل كل واحد فيهم مطلع قوه تزيد عن 40%، ده كلهم اقوى من قائد فصيل متوسط. اما كلهم مبلغينه خلاص وجهناه لنقطه الاباده. قال كويس، الدنيا ابتدت دلوقتي. قام قايل لها دلوقتي انا هروح يا شينوميا، الاخلاق والنظافه والعمل الجد والرشاقه والحوارات دي كلها مش هطلب منك اي حاجه من دول، انا عايز منك حاجه واحده بس. قام ناطط على طول وقام مطلع السلاح بتاعه وقام هاجم عليه الكايجو، وقام مشغل قوته، قام مدمر بيه الكايجو بضربه واحده بس خلاه يتقطع حتت والدنيا تمطر دم وفرتكه خالص. قال لها بالظبط زي ما انت شفت كده شينوميا، عايز منك حاجه واحده بس، وريني قوتك التي لا تقهر، انا مش عايز ناس مؤدبين، انا عايز اشوف نتائج. قالت له الله، باين الموضوع ممتع قوي. ولكن بعدها فضلوا قاعدين كده، فقعد يبص في الاخبار، الله ايه ده، اتشرومينا برضه هي اللي متصدره كل الاخبار، كانها هي اللي كسبت، انا يا عم اللي عمل كل حاجه، الله انا اللي هزمته. قامت قايله الله ايه اللي راجع ده، قائد الفرقه الاولى بيدور على اسمه في النت. فقعد يجي له اتصال تليفون، قالت له طب بالنسبه للي بيبعت لك رساله دوت او بيكلمك ايه بالظبط؟ قال يا ستي كبري دماغك، ده هتلاقي اجتماع تاني مع راجل العجوز ولا اي حاجه، مش مهم، هتلاقيهم بيقولوا في اي هري، انا اصلا ايه اللي يخليني اروح بعد الظهر للناس زي كده ايه ناقص وجع دماغ. قام راجل قام شايته، هتروح بعد الظهر علشان دي شغلانتك، يلا بينا. قام شده، تعالى يا تعالى يا، قال له استنى بس، قال له يا عم الموضوع مهم للدرجه دي؟ قال له ايوه الموضوع يخص الكاج رقم 8. قامت شينوميا قايمه كمان عشان تروح معاهم. ولكن هنا بنشوف عند كافكا عمال يتمرن، قال الله عدى 5 ايام وما عملتش اي حاجه، انا قلت له عايز ابقى مفيد وهو قال لي ان هثبت جدارتي، طب اعمل ايه بالظبط؟ ايا كان اللي هيطلب مني اعمله. ولكن فجاه قاموا داخلين عليه، كاجو رقم 8 تعالى ورانا. قال بالظبط يلا جات لي الفرصه. قام واخدينه، قام شاف شينوميا وقاموا داخلين كلهم الاجتماع. اول ما وقف قال الله انا ايه اللي جايب ثانيه في ايه الراجل ده بيعمل معايا ايه؟ ليه نرموجين موجود هنا؟ انا نقيب الفرقه الاولى، ده ايه اللي بيخليه يجي معايا؟ قال له هيبنو كافكا هنقلك للفرقه الاولى، اقوى كايجو في التاريخ هيشتغل مع اقوى قوه مكافحه للكايجو في اليابان علشان نعمل اقوى فرقه قادره تتعامل مع اي كارثه، فانت اثبت جدارتك في المهمه الجايه وخلي الجميع يقبلك، ولو ما قدرتش تعمل كده فوالله مالكش مكان معانا في قوه الدفاع. عم كاف قال والله انا مش عاجبني فكره ان هم معتمدين عليا كمجرد كايجو رقم 8، ولكن حاليا كل اللي عندي ان انا اعيش، فمبدئيا احاول ان انا ابين لهم فايدتي. لسه بيقول له ايوه انا موافق. هنا الراجل قال له ثانيه انا رفض، الحاجه الوحيده اللي احنا محتاجينها عشان فرقتي تبقى اقوى فرقه هو انا بس، فسلام. قال له لا ده مش كفايه. رقم 9 كان قادر ان هو يموه نفسه كانسان ويختفي وسط الناس، ورقم 10 هاجم منشأ قوه الدفاع عن عمد. فمن الواضح ان هم مختلفين عن الكايجو اللي جم قبل كده. انا عارف ان احنا غلبنا كتير من الكايجو ومن الكوارث اللي حصلت اخر كام سنه، ولكن ده كان عن طريق ان احنا نتحسن اول باول كل يوم. فالكايجو بيتطور بطرق احنا ما نفهمهاش، فلما نفترض بغطرسه ان احنا قادرين نتعامل مع اي حاجه يقدروا يعملوها، هم هيغيروا القواعد وساعتها هتحصل كارثه، فاحنا المفروض نتطور يا نرمو. قال له كالعاده انت مش واثق فيا، الطريقه الاكثر فاعليه ان انا تديني كايجو رقم 8 ده تخليه سلاح ليا استخدمه. لسه هيكلمه، قال له بص يا نقيب نرمو، انا لسه ما اقدرش اموت دلوقتي علشان صحابي والناس اللي بتثق فيا دول، ده غير ان في حاجات لسه اقدر اعملها وعايز اعملها. افتكر وعده لاتشرومينا ان هما الاتنين يقاتلوا مع بعض علشان يقضوا على كل الكايجو اللي في العالم.
فلغايه ما اقدر احقق ده لازم اتمسك بحياتي لحد الاخر. فانا اسمي هيبونو كافكا وهنضم للفرقه الاولى. قال له ها ماشي، عموما انا مش مهتم بمشاعرك ولا وضعك ولا العزيمه ولا الحوارات دي كلها اللي انت مطلعها لي دي. وريني حاجه واحده بس، القوه والنتائج اللي هتجيبها بالقوه دي، ولو فقدت السيطره مره كمان انا هقتلك على طول واستخدمك كبدله ليا. قال له حاضر وشكرا ليك. هنا هوشينو بيقوم جاي مبلغ مينا كل المجندين وصلوا للاماكن الجديده بتاعتهم بما فيهم هيبونو كافكا اللي راح الفرقه الاولى. قالت كويس بكده احنا كمان نبدا الشغل بتاعنا، يلا بينا نتمرن. وبنشوف كمان ان شينوميا بتجهز حاجتها علشان تنتقل للمكان الجديد بتاعها. وفي نفس الوقت بنشوف ان القائد الاعلى بيخش مكان غريب كده زي معمل كله مستنيه علشان يوروا له نتائج حاجه هم شغالين عليها. ولكن في وقت تاني بيقوم فجأة حصل زلزال تاني. الناس كلها تقول الله ايه حكاية الكايج اللي كل مرة يظهرونا في كل حتة دول؟ ولكن المرة غير كل مرة، المباني اتهدمت بسرعة مرة واحدة، الأماكن قعدت تتدمر، الأرض كأنها بتتبلع وتتشفط تحت الأرض، وبقى في دمار مختلف وأكبر من أي مرة عن قبل كده. وعلى كده بتنتهي الحلقة. بس ده كان عن الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تشتركوا لايك شير سبسكرايب للقناة وسلام.